مين قال ان طاجن المسقعه لازم يكون تقيل؟ تعالوا نجرب نعمله بطريقه صحيه وطريقه اسهل من السهوله وطعمها هيبقى يامي قوي. اول حاجه هنقطع البتنجان وهنتبله بملح وفلفل وحطيته في الفرن تحت الشوايه وهنتابعها كل شويه عشان ما يتحرقش. وقطعت الفلفل والبطاطس ورشيت عليهم رشه زيت بسيط وحطيتهم في الاير فراير لانجازا للوقت. لو عايزين تحطوا البتنجان برضو في الاير فراير مفيش مشكله، هيكون بنفس الطريقه ونرشش عليه شويه زيت بسيط هيتعمل زيه اكنه مقلي بالظبط. لحد ما يخلصوا انا بكون في طاسه بعمل الدقه بتاعتي الخطيره، بحط فيها زيت زيتون وتوم وكزبره وملح ومعلقتين 2 خل وبنقلبهم كويس. في طاسه تانية انا بحط شويه زيت زيتون وهنزل عليهم باللحمه المفرومه وهنتبلها بملح وفلفل وبابريكا، وننزل عليهم بالطشه بتاعتي وشويه صلصه ونزود الصلصه شويه. بعد كده هنعمل البشاميل بتاعنا، لتر لبن عليه كيس بشاميل جاهز عشان انا بصراحه ما عنديش وقت، وهنحط عليه رشه جوز الطيب. في البايركس بتاعي هنحط رشه بشاميل ونحط البتنجان ونحط البطاطس والفلفل رشه بشاميل، وهنحط عليهم الصوص اللي هو اللحمه المفرومه اللي احنا عملناه الخطير اللي ملوش حل. وطبعا زي ما احنا عارفين هو الاكل الهيلثي ايه غير طبقات اكل فوق بعضها بزيت زيتون. وهنحط البشاميل ورشه جبنه على الوش وهندخلها الفرن تحت الشوايه من 10 دقايق ل 20 دقيقه، وهتاكلوا احلى طاجن مسقعه هيلثي في حياتكم، طعمه يمي قوي بطريقه اسهل من السهوله. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير. يلا مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. باي باي.